السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. لم يعد يفصلنا الكثير عن المعركة الأسطورية الطاحنة في الوزن الثقيل لرياضة الكيك بوكسين بين الأسطورة بدر هاري والروماني بنجامين أديكبوي، مواجهة انتقامية ومصيرية لبدر هاري. تابعوا هذا المقطع الشيق لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه المعركة، التوقيت، القنوات الناقلة وتوقعي الشخصي للفائز في نهاية المقطع. قبل البدء لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. صراحة قبل أشهر لم نكن ننتظر نزال بدر ضد بنجامين، بل كنا ننتظر نزالا آخر، هو نزال من أقوى وأكثر النزالات المنتظرة في الوزن الثقيل بين المغربي جمال بن صديق والهولندي أليستر أوفريم. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. كما ذكرت في مقاطع سابقة، اتضح أن أوفريم استخدم المنشطات في آخر نزال له ضد بدر هاري، وبذلك فأوفريم ستتم معاقبته ولن نشاهد نزاله ضد جمال. وبدر الذي كان نزاله ضد أوفريم هو آخر نزال له في مسيرته عاد مجددا، لأن نتيجة نزاله الأخير لم تحتسب هزيمة وإنما انتصار. فأصبحنا الآن أمام مواجهات أخرى، بدر هاري ضد بنجامين أديكبوي. صراحة نزال أوفريم ضد جمال كان مترقبا بقوة، لكن لم يكتب ذلك، نتمنى ذلك في المستقبل. الآن نركز في نزال بدر ضد بنجامين. تعالوا أولا نلقي نظرة شاملة حول هذين المقاتلين بدر وبنجامين. لنبدأ بالبطل بدر برصيد القتالي 106 انتصارات مقابل 17 هزيمة، 92 ضربة قاضية. يبلغ من العمر 38 سنة ويصل طوله لمتر فاصلة 98 سنتيمترا وبوزن 114 كيلوغرام. نزاله الأخير ضد أوفريم قدم أداء رائعا في الجولة الأولى، إلى أن أوفريم كان قد استخدم المنشطات وبذلك لم يستطع بدر الفوز عليه. بعد تلك الهزيمة بدر قرر الاعتزال والابتعاد عن القتال بشكل نهائي، إلى أنه بعد أن تم الإعلان عن استعانة أوفريم بمنشطات بدر قرر العودة مجددا وكله عزيمة من أجل الانتقام من جميع المقاتلين الذين واجههم سابقا. وبنجامين أديكبوي هو أول مقاتل سيواجه بدر هاري. لكن السؤال الذي يدور في ذهنك الآن، جلوري لم تعلن عن هذه المواجهة بعد، فكيف لبدر أن يواجه بنجامين؟ فبدر هو متأخر في ترتيب مقاتلي جلوري بسبب هزائمه الأخيرة، وكذلك بنجامين هو متراجع بشكل كبير في ترتيب المقاتلين لأنه لم يفز في آخر 3 نزالات، وبذلك فبدر وبنجامين هما الأقرب للمواجهة. كذلك هناك عداوة قديمة تجمعهما، كون بنجامين سخر من بدر بعد أن فاز عليه في آخر مواجهة لهما. كذلك محللون في عالم الرياضات القتالية والصحف الرياضية الهولندية تحدثت عن إمكانية إقامة هذه المواجهة. الجميع يتحدث عن النزال القادم لبدر هاري، لذلك فهذا النزال سيتم الإعلان عنه قريبا. مرورا إلى الروماني بنجامين أديكبوي في رصيده القتالي 35 انتصارا مقابل 8 هزائم، يمتلك 20 ضربة قاضية، يصل طوله لمتر فاصلة 98 سنتيمترا وهو نفس طول بدر هاري، يزن 123 كيلوغراما، يبلغ من العمر 37 سنة. نزاله الأخير ضد المغربي جمال بن صديق بدا لنا بأنه مقاتل ضعيف جدا رغم بنيته الجسمانية الضخمة وقوة لكماته، إلى أنه لم يستطع إصابة جمال ولو بلكمة واحدة، لدرجة أنه لم يكن قادرا على مواجهة جمال وسقط بالقاضية في الجولة الأولى فقط. بنجامين معروف بمكره داخل الحلبة، فهو مقاتل ماكر دائما ما يتجه نحو الأسلوب اللعب الغير النظيف، استخدمها سابقا ضد بدر هاري، كذلك استخدمها ضد المغربي جمال، حيث أنه في نزاله الأول ضد المغربي جمال بن صديق كان بن صديق قد تعرض لكسر ولم يكن قادرا على إكمال النزال وكان سينسحب حينها، إلى أن الروماني الماكر قرر مهاجمة جمال في تلك اللحظة التي كان جمال يمشي فيها نحو زاوية الحلبة كي يتلقى العلاج، لكن بسبب وقاحة سلوكه ذاك عاد جمال لإكمال النزال ومواجهته بيد واحدة فقط، وعاقبه أشد عقاب حيث هزمه بالضربة القاضية وهو يقاتل بيد واحدة فقط. كذلك نزالهما الثاني جمال لم يرحم بنجامين، بل لم يتركه يلتقط أنفاسه قط، وإنما انهال عليه بسلسلة لكمات متتالية لم يعرف لها الروماني سبيلا سوى السقوط ممددا على أرضية الحلبة. وبدر هاري أيضا مصمم على معاقبة بنجامين،
لأنه حاول إسقاطه سابقا. في لحظة كان بدر هاري متجها نحو زاوية الحلبة من أجل أخذ العلاج بسبب تعرضه للإصابة. الروماني بنجامين أديكبوي دائما ما يبحث عن فرصة مناسبة من أجل توجيه لكمة غير قانونية لخصمه. هذا هو أسلوبه في القتال، لكن هذه المرة بدر لن يرحم هذا المقاتل الماكر، وإنما سيعاقبه أشد عقاب. إذا ماذا سيحدث عندما سيتواجه بدر ضد بنجامين؟ صراحة هناك العديد من الاحتمالات، ولا يمكن الجزم باحتمال واحد. الاحتمال الأول هو إن اعتمد بدر على نفس أسلوبه السابق في اللعب، وهو الهجوم مبكرا والبحث عن الضربة القاضية. فأكيد بدر سيسقط مبكرا، لأن بنجامين سيبحث عن تلك الفرصة المناسبة من أجل توجيه لكمته القوية إلى بدر. لابد على بدر أن يغير من طريقة لعبه، لأن طريقة لعبه السابقة باتت مكشوفة لدى الخصوم. الاحتمال الثاني هو أنه عندما يقرأ فريق بنجامين بدر جيدا فستحدث مفاجأة بالتأكيد، لأن فريق بنجامين فريق قوي. كذلك بنجامين يساعده في التدريبات. أحد أقوى مقاتلي الوزن الثقيل ببطولة غلوري الهولندي ريكو فيرهوفن سبق واستعان بنجامين بصديقه الهولندي ريكو فيرهوفن في نزاله الأول ضد بدر هاري، حيث أعطاه فيرهوفن تقنيات قتالية خاصة. كذلك اتصل به قبل بدء النزال وقال له: كن متيقظا وانتظر الفرصة المناسبة، لأن بدر سيبادر بالهجوم وينسى حماية وجهه، وتلك هي فرصتك من أجل هزيمته. وبالفعل ذلك ما حدث في نزالهما الأول. الاحتمال الثالث هو بعدما عاد بدر لمدربه السابق مايك لوباسونير، ربما ستحدث مفاجأة، لأن هذا المدرب هو مدرب قوي ويعرف كيف يتعامل مع بدر. هذا المدرب هو من رافق بدر في عز شبابه ورافقه طوال مسيرته القتالية سنوات الكي 1 وإيت شو تايم والجي اف سي. مايك يعرف كيف يعيد تلك الرغبة في الانتصار من بدر. مايك هو مدرب مخضرم، وربما عودة بدر لهذا المدرب هي كافية من أجل منح تلك الثقة اللازمة من أجل الانتصار على بنجامين أديكبوي. تبقى هذه مجرد احتمالات، لكن الحلبة ستقول كلاما آخر. النزال لم تعلن عنه بطولة غلوري بعد، لكن هذا ما تم تداوله من قبل خبراء ومحللون في عالم الرياضات القتالية. كذلك صحف هولندية ذات وزن ثقيل تحدثت عن إمكانية إقامة هذا النزال. ربما هذا النزال سيكون هو نزال بدر هاري الأخير، لذلك فهو لن ينهي مسيرته بالهزيمة، وإنما سيكون انتصارا وعودة قوية للأسطورة. لذلك أكاد أرشحه بدون أدنى شك، لأنه تدرب بشكل أكبر من أي وقت مضى، فهو جاهز 100% لمواجهة بنجامين، وكذلك مواجهة حتى ريكو فيرهوفن إن كتب ذلك. إذا بدر هاري الراغب بالانتقام ضد المقاتل الماكر بنجامين أديكبوي. نزال أكيد لن يخرج واحد منهما بصحة جيدة. نزالات قوية تنتظرنا هذه السنة. سنستمتع كثيرا مع بطولة غلوري. أريد أن أعرف توقعاتكم لهذه المواجهة بدر ضد بنجامين. أستمتع كثيرا بقراءة تحليلاتكم، قوموا بوضعها من خلال التعليقات لأستمتع بقراءتها والتفاعل معكم عبرها. قبل نهاية المقطع فضلا لا أوصيكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك وضع إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.